اهلا بيك عزيزي المشاهد، او استنى، اهلا بيك في قناه الرعب. النهارده الحلقه نار حرفيا. النهارده مش هتكلم عن العاب مشهوره ومش هلعب لك لعبه. النهارده هحكي لك عن اغرب 5 العاب حرفيا. انت يا اما ما سمعتش عنيهم يا اما سمعت عنيهم وما عرفتش قصتهم. العاب بتحسسك برعب وغرابه في نفس الوقت. فما تنساش اللايك والاشتراك وصلي على النبي ويلا بينا ليتس جو. شوف عزيزي المشاهد، كل لعبة من دول وراهم قصة كبيرة جدا، يعني مش حاجة عادية. فنبدأ بأول لعبة. اللعبة دي ظهرت فجأة واختفت فجأة من دون أي أهداف ولا حتى تعليمات، بس ممرات ضلمة وأصوات تقلق. القصة دي انتشرت على الدارك ويب، وفي ناس قالت انها تجربة نفسية، في ناس قالت انها اخطر من مجرد لعبة. انت متخيل كمية الغرابة ان هي نزلت وطلعت من دون حتى اي اهداف. عزيزي المشاهد، اسم اللعبة دي ساد سيدن. اللعبة التانية وهي لعبة بيت سكوب. اللعبة دي في الأول تحس إن هي بتاعت أطفال، بس كل ما تكمل اللعبة بتبدأ تتغير بشكل غريب ومريب. القصة بتاعتها إن هي ظهرت على قناة غامضة على يوتيوب، واللعبة كانت بتكشف أسرار بشكل غير مباشر، أسرار غريبة وحاجات مرعبة. لحد دلوقتي محدش متأكد هي اللعبة دي مشروع فني مرعب ولا هي لعبة عادية. المشكلة الأكبر عزيزي المشاهد في اللعبة دي إن هي مش لعبة رعب بس تخليك تحس بالرعب غصب عنك. اللعبة التالتة LSD دريم ايميليتور. تخيل عزيزي المشاهد إن اللعبة دي معمولة من أحلام شخص حقيقي، يعني أنت تكون بتحلم وحد ياخد أحلامك ويعيش شخص تاني فيها. أنت متخيل كمية الرعب والغرابة؟ القصة إن المطور يستخدم مذكرات أحلام، وكل باب هو حلم جديد، ومفيش منطق في اللعبة دي خالص لأن هي زي الأحلام بالظبط. الغريب في اللعبة دي ان الاحساس بتاعها مش رعب بس بتخليك زي اللي كأنك مش مرتاح انت وبتلعبها. اللعبة الرابعة وهي دراوند جود. اللعبة دي مشكلتها ان هي مش بتسلك، اللعبة دي لازم تقنعك، يعني هتقنعك. اللعبة دي قصتها غريبة خالص، يعني بتحكي عن حضارات غارقة ونظريات مؤامرة ورسائل مشفرة وغريبة خالص، تحس ان انت مش فاهم انت بتلعبها ولا ايه. الخلاصة بتاعت اللعبة دي ان في ناس لعبتها وحست بعدها بهلاوس وحست بعدها ان هي مش كويسة. شيء غريب ومرعب فعلا. وهل هي اللعبة دي حقيقية اصلا ولا لا؟ اللعبة الخامسة والاخيرة، اللعبة اسمها The Static Speak My Name. دي لعبة قصيرة بس المشكلة ان تأثيرها تقيل. القصة عبارة عن بيت فاضي والوان خانقة، تحس ان انت مش مرتاح انت وبتلعبها، وفيها كمية احساس وحدة شديد، يعني انت تحس ان انت بتلعب لعبة بتتحكم فيك. المشكلة ان في اللعبة دي مفيش وحوش، مفيش اي حاجة، كل حاجة عبارة عن رعب نفسي. يعني انت متخيل عزيزي المشاهد كل الالعاب اللي انت بتشوفها دي العاب غريبة جدا لان هي بتتحكم فيك انت، مش انت اللي بتلعبها. انت متخيل كمية الغرابة عزيزي المشاهد؟ يعني انا بقدم محتوى جيمنج، العاب دي هي اللي بتلعب فيك مش انت اللي بتلعب فيها. تخيل عزيزي المشاهد الالعاب دي دخلت التاريخ مش عشان الجيم بلاي ولا عشان الجرافيك، الحاجات اللي احنا كلنا بندور عليها في اي لعبه، دخلت عشان الاحساس والمشكله اللي بتسيبه جواك في اثر نفسي لفتره طويله من الزمن. قولي في الكومنتات انهي لعبه من دول حسيت ان هي اغرب واحده من دول. وبس كده، ما تنساش اللايك والاشتراك، وقولي لو عايزين نكمل في السلسله دي.